السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. طبعا الفتره اللي فاتت دي مع ترند وسام ابو علي اللي طالع، فطبعا في اراء رايحه واراء جايه، وناس بتقول لك خليه وناس بتقول لك اتمسك بيه وغيره وغيره من الاراء الكتير. ولكن اللي لفت انتباهي بقى مجموعه كده ما تفهمش زملكاويه، ما تفهمش اهلاويه، ما تفهمش ايه ملتهم، ما تفهمش. طلعوا يقول لك طب هو اللي اتمسك بيك خد منك ايه؟ وبيذكروا امثله بقى زي علي معلول والسولية. طيب بص، بكل بساطه وبالراحه خالص، انا عندي واحد زي علي معلول ده. طبعا انا كنت اتمنى ان علي معلول يكمل، ولكن اللي حصل ان الراجل كولر ما كانش بيلعبه، وبعد كده جه عماد النحاس ما لعبوش غير شويه قليلين. فريبيرو جه قال لك انا عايز انزل بمعدل الاعمار. مش هي قصه مديرين فنيين يعني، مش قصه جمهور، مش الجمهور اللي يقول مين يكمل ومين يمشي. ولكن مع علي معلول ده مثلا، مع اصابه وتر اكيلس، على فكره علي معلول كان عقده قرب يخلص، وما كانش لسه في اتفاق على تجديد. اول ما علي معلول اتصاب في نهايه الترجي 2024، طلع قرار رسمي فوري من محمود الخطيب بتجديد عقد مع علي معلول لمدة سنة، وتجدد العقد لمدة سنة. وفضل قاعد بياخد راتب، واكل شارب نايم مستريح، بياخد راتب وهو ما بيلعبش وهو مصاب. وعلى فكرة ده مش جميل على علي معلول، احنا مهما عملنا مش هنرد جميل علي معلول. فده مش تفضل من الاهلي، لا ده حق اللاعب. تيجي على النقيض، الزمالك اول ما حمزة المسؤولي اتصاب قالوا له مع السلامة، شوف لك نادي تاني. انا بذكر لك بس مثالين اهم، والاتنين في نفس الفترة الزمنية. ما بقولكش حاجة من زمان وحاجة دلوقتي، لا الاتنين في نفس الفترة الزمنية. فلا الأهلي طول عمره بيقدر أساطيره، وطول عمره بيقدر لعيبته. علي معلول بعد ما خلص، هو والسولية على فكرة، بعد ما خلاص مشوا من النادي الأهلي وأعلنوا انتهى عقودهم وكده، اتعرض عليهم من أعضاء مجلس الإدارة ومن محمود الخطيب إن يتعمل لهم حاجة زي حفل تكريم وداعية للاتنين. ولكن الاتنين رفضوا. اتعرض عليهم يروحوا يسافروا مع اللعيبة في كأس العالم للأندية، ولكن الاتنين رفضوا. طبعا لقيمتهم وقامتهم، علي معلول وعمرو السولية لاعبين بعقلية كبيرة وعقلية احترافية، فهم ما قبلوش بحاجة زي كده. دي حاجة ترجع لهم برضه، ولكن الأهلي ما أثرش في الملف ده عموما. دي نقطة. تاني نقطة، تعالى شوف كده مين كل اللعيبة اللي شغالة في الأهلي، أو كل الإداريين اللي شغالين في الأهلي حاليا. هتلاقي وليد سليمان، محمد شوقي، شادي محمد، محمد يوسف نفسه، سيد عبد الحفيظ قبل ما يمشي، وائل جمعة، علي ماهر. سلسلة وكمية أسماء غير عادية اشتغلوا في النادي بعد ما مشوا. لا الأهلي طول عمره بيأثر، بيحترم وبيقدر الأساطير بتوعه. فما ينفعش أنت تيجي بعد كل اللي احنا شايفينه بعيننا ده، وتيجي تقول لي أصل اللاعب في الأهلي أخد إيه؟ لا أخد كتير. فيلافيو وجilberto دول كانوا جايين لك محدش يعرفهم، مشوا من عندك شوف عاملين ازاي، وغيرهم وغيرهم. فلا الاهلي طول عمره بيكبر من الناس يا جماعه، ما ينفعش. حتى لو انت اهلاوي وبتتكلم من منطلق العاطفه وكده، لا الاهلي طول عمره لازم تعرف حجم ناديك وحجم اللي النادي بيديه. الاهلي طول عمره خده على اللعيبه، لا محدش